لجريدة هيسبريس، فإن ملعب الدار البيضاء الجديد لم يتم تحديد رسميا المنطقة التي ستحتضنه، وأفادت مصادر لجريدة هيسبريس الإلكترونية بأن لجنة مختلطة حلت منذ أيام بإحدى الجماعات الترابية التابعة لإقليم بن سليمان من أجل معاينة وعاء عقاري، غير أنه لم يتم بعد اختيار المكان. ماسة صغيرة. وأضافت المصادر نفسها أن مناطق على مستوى بوسكورة بإقليم النواصر تم شرط سفلي طرحها أيضا لاقتنائها من أجل تشييد معلمة رياضية بحجم مدينة الدار البيضاء. ماسة صغيرة. وسجل الكليبي ضمن تصريحه لجريدة هيسبريس الإلكترونية أن الدراسات قائمة حول تحرير الأراضي بالمنطقة بهدف انطلاق عملية البناء في غضون سنة تقريبا. ماسة صغيرة. وقال كريم الكليبي عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء إن إحداث ملعب الدار البيضاء الكبير في المغرب قد يقلب الموازين ويفوق التوقعات، متفوقا على الملاعب الإسبانية والبرتغالية. ماسة صغيرة. ولفت المتحدث نفسه ضمن تصريحه إلى أن ملعب الدار البيضاء الكبير سيكون بمواصفات حديثة، وسيكون افتتاحه مخصصا لمباريات كأس العالم، وبعدها سيخصص لاحتضان مباريات المنتخب الوطني المغربي ولقاءات الديربي وأهم مباريات فريقي الوداد والرجاء البيضاويين. ماسة صغيرة. وأكد عضو المجلس الجماعي للدار البيضاء أن هذا الأمر لا يعني زوال المركب الرياضي محمد الخامس، موضحا أنه سيتم الحفاظ على خصوصيات دونور في استقبال مواجهات قطبي العاصمة الاقتصادية للمملكة بشكل عادٍ.